لا؟ تبقى تحبه بايه بعد؟ يبقى اذا المطلوب ايه؟ الحب اللي هو الحب العقلي، وبعد ذلك يتسامى الى ان يكون ايه؟ حب عاطفي. فقال لهم ان كنتم تحبون الله، هي مش دعوه، هي ايه؟ مش دعوه. الانسان منا لما يجي يدعي انه بيحب واحد، من كل ما يتصل به يبقى محبوب. مش قال الشاعر وكل ما يفعله المحبوب ايه؟ محبوب. طب ان كنت بتحبني اتبعني. شوف، خد بالك في كلمة اتبعني واستمع مني. اتبعني لا توجد الا في السلوك. يبقى عايز بقى تحب، شوفني بعمل ايه، اعمل زي. انما تدعي كده انك انت بتحب وبعدين اللي بعمله انا ما تعملش زيي، يبقى ما تنفعش. فقال دليل صدقكم في الحب المدعى منكم ان تتبعوني، فان اتبعتموني يبقوا خدتم نعمة الله في التكليف على انها نعمة، وقبلتموها منه مع ما فيها من المشقة عليكم، فيحبكم الله لأنكم آثرتم تكليفه على المشقة في التكليف. يبقى إذن المرحلة أنتم أحببتم الله للإيجاد وللإمداد، وبعد ذلك وقفتم في التكليف، يبقى تقيل عليكم. نقول انظروا إلى التكليف، هل التكليف لصالح المكلف أم لصالح المكلف؟ إنه لصالح المكلف، تبقى يجب إنك أنت تضم للنعم إيجاد وإمداد وتكليف. فإن أحببته للإيجاد والإمداد جائز ماشي، تقوم تحبه للإيه؟ للتكليف، تحبه للتكليف تعمله. يبقى بعد أنت محبت ربنا يبقى ربنا إيه؟ يحبك. أولا حبك لله لا يقدم ولا يؤخر، إنما حب الله لك يقدم ويؤخر. قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلم لرسول الله ليقول لهم، قال له ايه؟ اتبعوني يحببكم الله. يعني انا ما انفصلتش عن ربنا، ما تعملوش ضرار بيني وبينه، ما تعملوش ايه؟ ضرار بيني وبينه. قال لان انا مبلغ عنه. طيب، وبعدين قال ويغفر لكم. انتوا عارفين ويغفر لكم دي جايه، انتوا عارفين حكايه في التقنينات البشريه يقول لك ده اثر رجعي، يعني اللي ما كانتش في باله الحكايه دي يبتدئها دلوقتي وهنغفر له اللي فات ولا كانش عارفه. نعم. ويغفر لكم ذنوبكم. ذنوبكم اللي هي ايه؟ اللي فررتم منها عن اتباعي، فانا جبت لكم الحكم عشان تعرفوا عداله ربكم، انه ما عملش الحكم باثر رجعي، لا، بعد ما اعلمكم كان يجب ان تفطنوا اليه بعقولكم، انما ما يبقاش حجه الا اذا كان بلاغا، والبلاغ جه، فاللي فات نغفر. ويغفر لكم ايه؟ ذنوبكم، والله كما تعلمون غفور رحيم. قل ثانيه برضه، قل اهي اطيعوا الله والرسول. احنا كنا زمان قلنا في امور في قلب الامر بالطاعه جاءت في القران على 3 ألوان. مره يقول اطيعوا الله والرسول كهذه الايه، اطيعوا الله والرسول لم يكرر امر الطاعه، بل جعل الامر واحدا، اطيعوا يعني المطاع الله والرسول الاثنين. الله، اذا اتبعوني يحببكم الله. قال لك لان اصلا طاعتي طاعه مين؟ هي طاعه الله. يبقى انا ما بقولكش طيعني انا، ده انت بتطيع الله. اطيعوا الله، ولذلك لم يكرر امر الطاعه. ومره في ايه اخرى يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يعني يجيب عند الله اطيعوا وعند الرسول اطيعوا. يبقى مره يوحدوا امر الطاعه خلاص، ويعطف على المطاع الاول بمطاع ثاني، زي الايه اللي معانا دي اطيعوا الله وايه؟ والرسول. ومره يقول اطيعوا الله، انتهت دي، وبعدين يكرر امر ثاني يقول ايه؟ واطيعوا الرسول.
ومره يقول اطيعوا الرسول بس. ايه الحكايه دي؟ قال لك ايه دي؟ الوان التكليف. لان الاحكام اللي مطلوب منا ان نطيع فيها مرة يكون الله قد جاء بها والرسول أكدها بقوله، يبقى لما بطيع في الأمر الواحد ده بطيع مين؟ الله والرسول معه. مرة يأتي حكم من الله إجمالا ويأتي الرسول ليفصله. طب هو الأقيم الصلاة، أنا ما أعرفش الصلاة دي كام، لا كام وقت ولا كل وقت كام ركعة ولا إيه شغلته الله، وبعد ذلك الرسول يجيب لي. يبقى انا باطيع الله في الاجمال واطيع الرسول في التفصيل. يبقى فيه طاعتين، فيه ايه؟ طاعتين اثنين، اطيع الله واطيع الرسول. الامر المتحد يبقى اطيع الله ورسوله لانه امر واحد. خلاص؟ الامر الذي جاء من الله فيه تكليف اجمالي وترك للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، يبقى انا اطعت الله في الامر الاجمالي في ان الصلاه واجبه واقيمها. ايه الصلاه واجب اقيمها ازاي؟ كما يقول. يبقى دي نطاع ولا لا؟ ومره يجيء الحكم بالتفويض الاعلى من الله للرسول، يقول له انت قرر في المسائل دي يا ابنه. الله هو ما دام كده قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ترك للرسول ان يصنع اشياء ولا لا؟ ما دام ترك للرسول يبقى هو اداله بالتفويض العام. بالتفويض الايه؟ وما دام اداله بالتفويض العام يبقى انا لما اطيع فيما يقوله وان لم يقل الله به يبقى داخل. ولذلك كان لما يجي يقول له الواحد اي حكم مش موجود في القران يقول له ما دليله من القران؟ ما دليل ان الفجر ركعتين، ودليل ان الظهر 4 والعصر 4 وده 3؟ ايه الدليل؟ نجهر هنا ونجهر هنا. قال له ايه بالك الدليل ايه؟ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل جاي من القران ولا لا؟ والدليل جاي من القرآن. يبقى الأمر بالطاعة جاء في القرآن على ألوان ثلاثة. اللون الأول إن اتحد المطاع الأمر بالطاعة الله والرسول، نعطف الرسول على من؟ على الجلالة. إن كان لله أمر إجمالي وللرسول تفصيلي نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب على الأول. وإن لم يكن لله حكم بل هو بالتفويض العام ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده اسمه ايه؟ دي للرسول. اطيعوا الرسول، اطيعوا الرسول. ثم يأتي بعد الله والرسول في اطيعوا واطيعوا. احنا قلناها مرة ان هو يجي يقول واولي الامر. واولي ايه؟ ما قال هو قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، مش جابها في مساله اطيعوا الله والرسول واولي الامر عشان يلتحموا في طاعه واحده، جابها في الايه اللي مفرق فيها اطيعوا الله واطيعوا الرسول علشان تفتن ان عند اولي الامر حذف شيء وهي ايه؟ اطيعوا. عشان نقول له ايه وهم ما لهمش طاعه ذاتيه، الرسول له طاعه ذاتيه انما انتم مالكوش طاعه ذاتيه. طاعتكم من مستمده من باطن طاعه الله ورسوله، فلا طاعه لكم فيما لم يكن طاعه لله وللرسول. خلصنا من دي كده. قل اطيعوا الله والرسول. يبقى انتم ان كنتم حريصين على الحب من الله لكم، انتم بتحبوا ربنا، لكن انتم المساله ان ربنا يحبكم. مش كده الفايدة تيجي من هنا على الأول. فأدي اتبعوني. وفي التكليفات تعملوا ايه؟ أطيعوا الله والإيه؟ والرسول. أطيعوا الله والرسول. فإن تولوا يعني ايه؟ يعني لم يستمعوا إليك ولم يتبعوك. شوف بقى فإن الله لا يحب الكافرين. يا ستار، انتقلت إلى الكفر على طول. انتقلت ايه؟ على الكفر. لما تولوا عن الله والرسول والى اخره يبقى انتقلت الى الايه؟ في تفظيع اكتر من كده بقى؟ ما فيش تفظيع اكتر من كده. وكلمه تولوا بقى يعني كانهم
نفروا واعرضوا، مش خدوا الحكم وبعدين يعني الكسل ما خلاهمش يعملوا، جت من اولها. ولذلك احنا قلنا فليحذر الذين يخالفون عن اوامر الله انهم ما يفرقوش بين امر يتقبل على انه الحكم الحق وبين حمل النفس على الحكم. اوعى تيجي الشيء لا تحمله، لا تقدر على حمل نفسك عليه وتتسامى الى انك تنكره، لانك انت ان انكرته تبقى البعيد كافر. انما خليك مؤمن بيه ويقول له هو كويس بس انا مش قادر على نفسي، تبقى معصيه، بس تبقى ايه؟ تبقى معصيه فقط. وبعد ذلك ياتي الحق سبحانه